80% من حجم التبادل التجاري تمر من خلال ميناء مقصر. هذا الميناء يناول يومياً ما يقارب 750 إلى 1000 حاوية. يبلغ مستوى الإيرادات كمعدل يومي من 1.5 مليار دينار عراقي إلى 3 مليار. المشكلة اللي يواجه موانئنا العراقية الآن هي مشكلة تعدد الجهات التي تعمل في الموانئ. هذه ستتيح فرصة مهمة جدا إلى ظهور بعض بؤر الفساد. أنا حقيقة ما أستطيع القول أو أعلق على قضية فساد، أنا ما معني بها بقدر ما معني بالقطاعات المعنية في وزارة التجارة. بەندەری قەسر هەناسەی ئابووری عێراق. بەندەری قەسر گەورەترین و گرنگترین بەندەری ئابووریە لە عێراق. هەروەها با گرنگترین دەواازەی ئاوی دادەندرێ کە ئەم وڵاتە بە جیهان دەبەستێتەوە. بەشی هەرە زۆری کاڵاوشمەکەکان لەوێوە هاوردە دەکرێن. ئەم بەندەرە دەکەوێتە ڕۆژ ئاوای نیمچە دوورگەی فاو لەلایەک و نزیک دوورگەی عەرەبی و کۆتایی باکووری خۆرزبێر لەلایەکی تر. 75 کیلۆمەتر لە بەسراوە دوورە و هاوسنوورە لەگەڵ وڵاتی کوێت. ميناء قصر مهم بالنسبة للجانب الاقتصادي العراقي لأنه يقع على شمال الخليج العربي والمياه الإقليمية للعراق اللي هي المنفذ الوحيد حقيقة باتجاه العالم الخارجي. ميناء مقصر يعد المنفذ الأول في العراق بحيث يوصل حجم التبادل التجاري إذا ما قيس مع المنافذ الحدودية الأخرى إلى حدود 80% من حجم التبادل التجاري تمر من خلال ميناء مقصر. ساڵی 1930 لەلایەن بەریتانیەکانەوە بڕیاردرا بە بنیادنانی بەندەر لە عێراق. لە ساڵی 1961 دەستگرا بە دروستکردنی بەندەری قەسر. بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1967 توانی پاپۆڕە گەورەکانی جیهان وەربگرێت و پرۆسەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی دەستی پێ بکات. ئێستا بەندەری قەسر بە گەورەترین بەندەری عێراقدا دەندرێ. لە توانایدایە ساڵانە 7,500,000 تۆن کاڵاوشمەک هەناردە و هاوردە بکات. 28 لەنگەرگای هەیە و قەبارەی درێژی لەنگەرگاکانی لە نێوان 180 مەتر بۆ 376 مەتر دەبن. ساڵی 2010 بەندەرەکە دابەشکرا بەسەر دوو بەشەوە، بەشی باشوور و بەشی باکوور، هەر بەشە و کارجێڕی خۆی هەیە. فضلا عن أهمية الغاطس الكبير اللي تحول من غاطس قليل جدا لا يتجاوز 9 متر إلى 14 متر في ميناء قصر، ولذلك الأهمية البحرية والاقتصادية كانت مهمة جدا للاقتصاد العراقي، فضلا عن التوسع حقيقة في عدد الأرصفة اللي تستقبل البواخر والحمولات بشكل كبير، عندما بدأ العراق أيضا يتجه نحو خطط تنمية كبيرة، وخاصة من الستينات القرن الماضي وحتى عام 1980 ومع بداية الحرب العراقية الإيرانية بدأ التعثر حقيقة بشكل كبير في الموانئ العراقية. بەهۆی چەندین جەنگی بەردەوام لە عێراق و بەتایبەتی داگیرکردنی کوێت و دواتر گەماروی ئابووری سەر عێراق زۆرترین زیان بەربەندەرەکان کەوتووە بە جۆرێک کە لە نێوان ساڵانی 1990 بۆ ساڵی 2003 80% ئەم بەندەرانە لە کار کەوتبوون. إدارة الشركة متعاقبة وضعت سياسة للتحول السريع للارتباط بالعالم الخارجي، وخصوصا أنه العمل المينائي يعتمد بالدرجة الأساس على كيفية التواصل مع الخطوط الملاحية، كيفية استقطاب الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى أنه ما هي الأمور الواجب توفيرها في هذه الموانئ
حتى تكون امتياز أو حافز إلى هذه الخطوط بأنه تفتح أعمالها في هذه الموانئ. دوای پرۆسەی ئازادی عێراق و کرانەوەی بەڕووی جیهاندا بەندەرەکان بوژانەوەیان بەخۆوە بینی. بەندەری قەسر لە ساڵی 2004 2,185,793 تۆن کەلوپەلی وەرگرتووە، بەڵام لە ساڵی 2019دا بەرز دەبێتەوە بۆ 17,240,809 تۆن کەلوپەل. ئەمەش جیاوازیەکی زۆر دەخاتە ڕوو. هناك تطور واضح في إيرادات الموانئ، لكن هي لا تتناسب مع الحمولات الداخلة للموانئ. هذا طبعا يأتي بأسباب متعددة. انخفاض هذه الإيرادات يعني تقدر هي ب 500 مليار دينار سنويا إلى 550 مليار في جميع في ميناء قصر. طبعا أنا أتحدث عن ميناء قصر، بميناء قصر الجنوبي والشمالي والوسط تقريبا تقدر من 500 إلى 550 مليار دينار عراقي. هي طبعا هذه الإيرادات هي قليلا مقارنة ما تحقق مثلا في دبي. يعني في العام الماضي حققت في الست أشهر الأولى دبي تقريبا 4 مليار و900 مليون دولار. بەهۆی هەڵکەوتە جوگرافیەکەیەوە وەک دەواازەیەکی گرنگی بازرگانی دەبیندرێ. بەندەری قەسر ڕۆژانە 750 بۆ 1000 کۆنتێنەر وەردەگرێت و پێشوازی لە 20 تاوەکو 40 تۆن خۆراک دەکات لە ڕۆژێکدا. بە شێوەیەکی گشتی داهاتی ڕۆژێکی ئەم بەندەرە 1.5 ملیار بۆ 3 ملیار دیناری عێراقیە. بەڵام بەهۆی خراپی ئیدارەدان و گەندەڵی دەستێوەردانی حیزبی بە درێژایی ئەم ساڵانە داهاتەکەی نەگەڕاوەتەوە بۆ خەزینەی حکوومەتی عێراقی. يعني لو نرجع إلى الوراء قليلا، إذا تتذكر الحملة التي شنها الكاظمي على المنافذ ومحاربة الجماعات المسلحة والمتنفذين في الموانئ، بعد ذلك ارتفع مستوى الإيرادات بحدود 40 إلى 50%. هذا معناه أنه هذه النسبة كانت سابقا تذهب إلى جيوب المفسدين. هذا لا يعني انتهاء عمليات الفساد بشكل كامل. هەرچەندە قەسر گەورەترین بەندەرە لە عێراق، بەڵام بە بەراورد بە بەندەرەکانی وڵاتانی کەندا و ئەم بەندەرە پڕە لە گرفتی تەکنیکی و ئەندازەی و زۆری ئەو وەزارەت و فەرمانگە و لایەنانەی دەسوەردەدەنە کاروباری ئەم بەندەرە. هەر یەکە لە کۆمپانیای بەندەرەکانی عێراق و کۆمپانیای گواستنەوەی دەریایی و وەزارەتی بازرگانی و وەزارەتی پیشەسازی و هێزە ئەمنیەکان و هەندێک لایەنی لاوەچی تریش وەک وەزارەتی تەندروستی و دەستەی گومرگەکان و لایەنە سیاسی و حیزبیەکان بەڕێنمایی و یاسای جیاواز و ئەجێندای تایبەتی بوونەتە هۆکاری زۆری ڕۆتین و گەندەڵی لەم بەندەرە، بۆیە ناتوانێت ڕکابەرایەتی لەگەڵ بەندەرەکانی کەنداو بکات. هذه حقيقة التعدد. هذه المؤسسات أو هذه الوزارات كل وزارة لديها قوانينها وتعليماتها الخاصة بها، فبالتالي هذه ستعقد عملية نقل البضاعة من داخل الميناء إلى خارجه ووصولها إلى المستهلك مباشرة. هذه ستتيح فرصة مهمة جدا بسبب التعقيد إلى ظهور بعض بؤر الفساد الإداري والمالي في هذه التعددات اللي موجودة. هذا التعدد حقيقة حرم العراق من الإيرادات الكبيرة. أي مادة تدخل العراق لابد وأن تخضع لجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، كذلك إلى متابعة وزارة الصحة كونها الجهة القطاعية المعنية بمتابعة المواد داخل المحافظات وداخل الأسواق المحلية. لذلك أي خلل موجود يا أما ما فحص عن طريق وزارة التخطيط ودخل بطريقة غير شرعية إلى هذه المحافظات أو إلى هذه الأسواق. بە شێوەیەکی گشتی حیزب و لایەنە نایاساییەکان دەستیان بەسەر هەندێک شوێنی هەستیاری بەنداوەکەدا گرتووە. ڕێنمای و ڕێسای نایاسایی بەسەر بازرگانانی عێراقیدا دەسەپێنن. نێشتنی وێنەگرتن لە بەنداوی قەسر
خۆی لە خۆیدا ئاماژەیە بۆ نەبوونی شەفافیەت و گەندەڵی ئەوە جگە لە گۆڕینی ناوی کاڵا و مێژ و داخڵکردنی گۆڕانکاری لە ناوی کەرەسەی هاوردەکرا و زیان بە ئابووری دەوڵەت دەگەیەنێ هاوردەکردنی کەرەسەی ئۆتۆمبیل بە ناوی دەفتەری قوتابخانەوە گومرجی وەرگیراوە ئەمەش گەندەڵی و خۆ دزینەوەیە لە پێدانی باج. ما بين فترة وأخرى سلطات الموانئ تعلن عن الإمساك أو يعني الإعلان عن بعض حالات الفساد أو التلاعب مثلا في مناشئ السلع وفي قيم السلع وفي حتى جنس السلع المستوردة. يعني على سبيل المثال في بعض الأحيان ربما استيراد أجهزة هاتف محمول ربما تكون في المانيفيست هي عبارة عن أغلفة هاتف محمول، هذا بحد ذاته يقلل من القيمة وبالتالي يقلل من مستوى التعرفة الجمركية المدفوعة، وهذا أكيد على حساب خزينة الدولة. هذا بحد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا للاقتصاد العراقي. هذا يرجع إلى عمليات الإدارة أولا وتعدد الجهات اللي موجودة في الموانئ العراقية، فضلا عن هناك الروتين الذي تكلمنا عليه سابقا. هذا الروتين يسمح لوجود بؤر للفساد هنا وهناك، وبالتالي أكيد ستكون هناك سماحات أو بعض التخفيض أو تغيير في عنوان البضاعة الداخلة من الموانئ، وبالتالي كل هذه ستؤدي إلى ضياع كبير في الإيرادات اللي تحصل عليها الموانئ. بەهۆی بارودۆخی سیاسی تاوەکو ئێستاش عێراق ژینگەیەکی تەندروستی بازرگانی نەخڵقاندووە و گەندەڵی زۆر و ڕۆتین وای کردووە کەمترین کۆمپانیای جیهانی بۆ گواستنەوەی شمەک و کاڵاکانیان ڕوو لە بەندەری قەسر بکەن. پاش گەیشتنی کۆنتێنەر بە بەندەری قەسر ئێستا 6 بۆ 72 کاتژمێری پێویستە بۆ گومڕیکردن و وەرگرتنی کۆنتێنەر لەلایەن بار هەڵگرەکان. ئەمە لە کاتێکدایە عێراق بە پردی بەستنەوەی زەریای هیندی و وڵاتانی ئەوروپا دادەندرێ. من ناحية الموقع الجغرافي أكيد موقع جغرافي مهم، ولكن لو أردنا أن نقارن هذا الميناء بموانئ المنطقة أكيد في ظل الظروف الحالية والتطورات التي حصلت في موانئ المنطقة هنا هذا الميناء يحتاج إلى المزيد من التطوير، لا سيما في مجال التعامل الإلكتروني والتقنيات والتكنولوجيات المطلوبة في مجال الموانئ. مشروعنا المستقبلي اللي إن شاء الله احنا واصلين إلى مراحل متقدمة بدراسته اللي هو الVTS اللي هو عبارة عن الفيزل ترافيك سيستم، من خلاله سوف يتم السيطرة الكاملة على حركة وملاحة السفن في القنوات الملاحية العراقية ابتداء من منطقة الانتظار إلى، والأهم من هذا كله بعملية التحول حسب ما مرسوم وحسب ما جلسنا مع الخبراء سوف يكون هناك اختصار للزمن. بالوقت الحالي تستغرق العملية الجمركية من 60 إلى 72 ساعة، بعد ما تدخل ساحة الترحيب العمل والرقمنة المتكاملة سوف تنجز المعاملة الجمركية بالكامل خلال ساعتين. بەپێی داهاتی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی بەندەرەکانی عێراق لە ساڵی 2020 500 میلیارد دینار داهاتی قەسر بووە، بەڵام لە ساڵی 2021دا 600 میلیارد داهاتی بووە. لە مانجی ئابی ساڵی 2022دا 28 میلیارد دیناری عێراقی داهاتی قەسر بووە. لە مانجی تەمووزدا تەنها 17 میلیارد دیناری عێراقی داهاتی قەسر چۆتەوە خەزێنەی دەوڵەت. ئەمەش وا دەکا بڵێن لە نێوان تەنها 2 مانگدا 11 میلیارد دابەزینی بەخۆیەوە بینیوە. أنا حقيقة ما أستطيع القول أو أعلق على قضية فساد، أنا ما معني بها بقدر ما معني بالقطاعات المعنية في وزارة التجارة. أما فيما يتعلق بقطاعات أخرى هذا يعني كلمة الفساد دائما تقال بالشكل مطلق، وحقيقة هذا خلق مشكلة الآن عدم ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة على الإطلاق الذي حصل في قضية الفساد. اليوم الفساد كل العالم محكوم وفق إجراءات قضائية وفق ما تقرر المحكمة المختصة. الفساد يتركز في الجوانب الإدارية والمالية وبعض يعني الأمور اللي هي التدخلات اللي قد تكون من جهات أخرى
قد تكون هناك ضغوط أو تدخلات على شركة الموانئ العراقية، وبالتالي قد تكون هي منفذ لهذه الجوانب اللي ممكن أن تحدث فيها الفساد. تەنها دەربەندی ئوم قەسر ساڵی 2017 زیاتر لە 100 ملیۆن دۆلار داهاتی بووە، بەڵام 60 ملیۆنی بۆ حیزب و میلیشیاکان چووە. بەندەری ئوم قەسر وەک گەروی ئابووری عێراق سەرڕایدا هاتە زۆرەکەی و هەستیاری پێگە جوگرافیەکەی بەهۆی زۆری ئەو لایەنانەی کە خۆیان بە بەشێک لە کارگێڕی ئەو شوێنە دەزانن، بەهۆی دەستێوەردانی حیزبی و تائیفی و مەزهەبی دەرگای گەندەڵی و خراپ بەکارهێنانی بۆ بازرگانان و میلیشیاکان کردوتەوە کە لە دەرەوەی ڕێنماییەکان کاڵا و کەلوپەل هاوردە بکەن و ئەمەش زیانی بە ئابووری عێراق گەیاندووە. فساد في كل الدوائر والمؤسسات نتيجة غياب كثير من الضوابط، غياب الرادع القانوني، وهذا الأمر نتيجة ما مرينا به من حروب سواء بعد 2003 بعد داعش، بعد تفاصيل كثيرة مر بها البلد. وهنا الأمر لا يقتصر فقط على مشكلة الفساد، بل البيئة السياسية بالدرجة الأساس، وحالة الإرباك الإداري وعدم الاستقرار وعدم وجود برامج الترويج. كل هذه الظروف مجتمعة أثرت في عدم جذب مثلا شركات استثمارية ممكن أن تأخذ مواقع مميزة في مدينة البصرة قرب ميناء أم قصر والموانئ الأخرى، بحيث ممكن أن تجذب الكثير من الصناعات، وهذا بحد ذاته ممكن أن يعزز السوق. ساڵی 2019 یاسای ژمارە 18 دەرچوو. ئەم یاسایە لە بنەڕەتدا بۆ پێشگرتن لە گەندەڵی و کۆنەکردنەوەی داهات بە شێوەیەکی پێویست بووە و بۆ ئەم مەبەستە داوای دامەزراندنی دەستەیەکی باڵای دەریای عێراق و بەندەرەکانی عێراق دەکات. طبعا هذا القانون لحد الآن لم يطبق. هذا يحصر الجهات بجهة واحدة يرأسها مدير عام متخصص بالموانئ، وإدارة هذه الموانئ أو مجلس الإدارة يتكون من هذه الهيئات. يعني هناك سيطرة تامة على إدارة الموانئ. أعتقد لو تطبق هذا القانون بشكل صحيح سيكون هناك إدارة واضحة للموانئ، وأعتقد سنقضي على كثير من منافذ الفساد والروتين الموجود في الموانئ العراقية. أكيد كل ما يتعلق بالأموال التي تجبى من المنافذ الجنوبية تذهب إلى الشركة العامة للموانئ العراقية، وبالتالي تذهب قسم كبير منها إلى وزارة المالية، وفي إطار قانون الموازنة العامة والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بتحديد النسب التي تؤخذ من كل مبلغ يؤخذ من شركة أو من قطاع حكومي أو أهلي، وهذه النسبة متعارف عليها في جميع مؤسسات الدولة. بەهۆی نەبوونی ئیدارەیەکی تۆکمە و زۆری ڕۆتین و تاخیربوونی پاپۆڕەکان لە بەندەرەکانی عێراق، ساڵی 2017 لەلایەن کۆمپانیاکانی گواستنەوە بە گوژمەی 100 ملیۆن دۆلار سزادراوە. أسعار السلع وأسعار النقل البحري في العراق نوعا ما اليوم مرتفعة نسبيا بحكم البيئة الجيوسياسية في العراق. إذا كنت تتذكر الحوادث التي حصلت مثلا في مضيق هرمز، وحتى ربما الصواريخ التي تطلق من قبل جماعات متشددة، هذا بحد ذاته يرفع من مستوى التأمين، وبالتالي يكون مؤثر سلبي في ارتفاع أسعار السلع، يعني بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري. هذا بحد ذاته مؤثر، وبالتالي يعني مسألة الاستقرار السياسي اليوم هي مسألة مهمة جدا في سبيل انخفاض مثلا تكاليف التأمين، وبالتالي ممكن انخفاض الأسعار وخلق بيئة تنافسية ممكن أن تشجع ناقلات الشحن البحري في التعامل مع الموانئ العراقية بشكل مستمر. گرنگی بەندەری ئوم قەسر بە جۆرێکە کە داخستنی بۆ ماوەی 1 ڕۆژ نزیکەی 10 ملیار دۆلار زیان بە دەوڵەتی عێراق دەگەێنێ.